مسرحية ريا وسكينة، المسرحية الشهيرة طبعا والكل عارفها، بطولة سهير البابلي وشادية وعبد المنعم مدبولي وأحمد بدير ومجموعة أخرى من الفنانين. ودي كانت التجربة الوحيدة للفنانة شادية. والمسرحية من إخراج المخرج حسين كمال، والألحان طبعا للموسيقار العظيم بليغ حمدي. وفي مسرحية ريا وسكينة كان الممثلين بياخدوا أجورهم في المسرحية كل 15 يوم، وكان كل ممثل بياخد أجره في ظرف، لكن شادية الوحيدة كانت أعلى أجر، كانت بتاخده في 41 ظرف، منهم ظرف فيه مبلغ و40 ظرف فاضي. فكانت بتاخد المبلغ وتروح موزعاه على 40 ظرف الفاضيين، وتمر بنفسها على عمال المسرحية والكومبارس وبتدي لكل واحد ظرف. والملفت للأمر إن هي مش بتستدعيهم لغاية عندها، لكن كانت بتبعت لهم الحاجة لغاية عندهم. وفي بداية الثمانينات شادية عرفت إن الدكتور مصطفى محمود بيبني مركز طبي عند مسجده بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، فاتبرعت بشقتها لبناء أول وحدة لاكتشاف مرض السرطان، وكانت قيمتها في الوقت ده حوالي 150,000 جنيه، وده يعني أكتر من 10 مليون حاليا. وسكنت مع والدتها في شقة إيجار عند حديقة الحيوان بالجيزة. حبايبي، الإنسان سيرة، والسيرة أطول من العمر، وياريت كل واحد يحافظ على سيرته وتكون طيبة. وربنا يرحمهم جميعا ويرحم فنان الزمن الجميل. شكرا حبايبي، مع السلامة.